الشيء الذي يقلقنا أيضا أن العالم كله الآن صباح مساء يتكلم الإرهاب 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 الإرهاب. نحن لسنا بكم، نحن نستطيع أن نتكلم. ما هو الإرهاب؟ هل فيه أمريكي فجر طائرة؟ ما فيه. هل فيه أمريكي تحزن بحزام ناسف وجاي للقاهرة وفجر شيء، أو جاي لطرابلس وفجر شيء، أو جاي للجزائر؟ ما حصل. هل فيه هندي راح للصين وفجر؟ ما فيه. هل فيه روسي عمل هذا؟ ما فيه. هل فيه إيطالي؟ هل فيه فرنساوي؟ هل فيه؟ ما فيه. إذن من هو الإرهاب؟ من اللي فجر اللي بيسموه إرهاب؟ ما فيش. هذه محصورة واضحة. هذه في فلسطين وفي العراق وأفغانستان البلاد. إذن الإرهاب هو إسلامي في النهاية. ليش نقول إرهاب بس؟ نقول الإرهاب الإسلامي لأن خارج هالمنطقتين ما فيش حاجة اسمها إرهاب. الجيش الجمهوري الأيرلندي واللي ليه منظمة إرهابية، لكن ما كانش فيها كلام عن الإرهاب أبدا. هذه موجود من يعني عشرات السنين كانت هذه الحركات تشتغل، لكن وين الدعاية اللي ضد الإرهاب أو الحملة ضد الإرهاب؟ ما في. إذا لما نقول حرب ضد الإرهاب معنى حرب ضد الإرهاب الإسلامي، يكون واضح بهذا الشكل. بعدين شيء ثاني إنه هو إرهاب ما هو إرهاب، ما هي مبررات شيء ثاني. لكن الحرب الآن الحملة تحكوا عليها ما فيش إرهاب عالمي، فيه إرهاب إسلامي. وبعدين يعني أقول بهذه المناسبة إن الفلسطينيين وين الأخ أبو مازن؟ هو ما نشوف فيه. ما تزعلش، الفلسطينيين أغبياء والإسرائيليين أغبياء. لماذا؟ حنقنعكم حنوضحكم بأنهم أغبياء. أولا الإسرائيليين اتركوا الضفة الغربية وقطاع غزة 20 سنة ولم يهتموا بها. أعلنوا دولة سموها إسرائيل عام 48 وتركوا الضفة الغربية وقطاع غزة. طيب ما دام هم في غنى عنها وغير مهم لهم، لماذا يقاتلون الآن من أجلها؟ هذا غباء. تو اليهود يموتون بالعشرات بواسطة الفدائيين الفلسطينيين حتى في تل أبيب بسبب وجودهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. إذا كانت الضفة الغربية وقطاع غزة مهمة لهذه الدرجة، لماذا تركتوها عام 48؟ تركتوها، هذه مش مهمة. طيب الفلسطينيين أغبياء لأن هذه الأرض كانت بيدهم متروكة لهم 20 سنة، لماذا لم يقوموا فيها دولة؟ مش معنى الآن يموتوا بالعشرات حتى هم لكي يعملوا دولة في الضفة الغربية قطاع غزة؟ ما كانت بيدكم الضفة الغربية قطاع غزة. ما الضفة الغربية كانت تبع الأردن وغزة ما كانت تبع مصر من عام 48؟ ليش ما عملتوا فيها دولة فلسطينية؟ طيب ما القضية راحت فين اللي قبل 67؟ من هنا تبدأ مسألة أخلاقية ومبدئية وقانونية لا يمكن الاعتراف لا بهذا ولا بهذا، واتهام الاثنين بالغباء. طبعا انتم تقولوا ان هذا المدعو شارون هذا عدو للفلسطينيين وللعرب وجزارهم اليه. هناك نظريه اخرى تقول ان شارون هذا عميل للفلسطينيين وعميل للعرب. كيف؟ قالوا لانه هو يعمل في اشياء تؤدي الى ذبح الاسرائيليين بالعشرات وبالمئات. اذا هذا مدسوس داخل الاسرائيليين. واحد يسبب لشعبه هذه المآسي وهذه المذابح، معنى هذا عدو لشعبه، للأعمال اللي يدير فيها كلها تنعكس على الإسرائيليين بالشر. إذن هذا يعني هذا غباء.